المستقبلة انطلقت لمنح شباب الجنوب فرصة حقيقية للتجربة والترابط الثقافي والحوار بين المدارس المسرحية العربية والعالمية. منذ دورته الأولى وحتى دورته العاشرة ظل المسرح هنا عنوانا للإبداع وللحس الإنساني والاهتمام بالتراث والموروثات الشعبية وإعادة تقديمها بروح معاصرة. المهرجان لم يكن مجرد حدث فني عادي، بل كان مشروعا ثقافيا تنمويا وطويل المدى يسعى إلى إعادة توزيع الدور الثقافي هذه التراث وإعادة اكتشاف الطاقات الكامنة في محافظات الجنوب. في سنواته الأولى وبرئاسة شرفية للمخرج الكبير عصام السيد، شق المسرح الجديد طريقه وسط تحديات لوجستية وثقافية كبيرة. في الأقصر عام 2016 بدأت فعاليات الدورة الأولى محليا بهدف اكتشاف في صعيد مصر من الجيزة إلى أسوان وإلقاء الضوء على الفرق المسرحية والمواهب التي تبحث عن فرصة حقيقية. في الدورة الثانية استقبلت أسوان فعاليات المهرجان ولم تقتصر العروض على مسرح خاص الثقافة بل امتدت إلى المراكز والمدن حيث قدمت عروض مسرحية لأول مرة بالتزامن مع البرنامج الرئيسي، كما واصلت العروض إلى المستشفيات في تأكيد على دور المسرح الإنساني والمجتمعي. وعدت إضافة لمهرجانات المسرح في مصر، ومهرجان الحقيقة يعني مهرجان حقيقي دولي، مهرجان المشاركة فيه حقيقية، والحقيقة في الدورة طبعا تنظيم كان على مستوى دولي، مسرحيين مدعوين، مسرحيين لهم دور حقيقي. في الدورة الثالثة في أسوان واصلت إدارة المهرجان خطتها في التوسع المجتمعي، فانتشرت العروض في القرى والمراكز والمستشفيات مع تركيز خاص على اكتشاف مواهب الأطفال ورعايتهم. كما مثلت هذه الدورة بداية الافتتاح الدولي بمشاركة فرق من خارج مصر باختيار مستوى التدريب الذي تلقاه شباب الجنوب ووضعه في سياق عالمي. ثم انتقلت الدورة الرابعة إلى أسيوط التي احتفت بالمهرجان واحتضنته جماهيريا خاصة في القرى والمراكز التي شهدت عروضا مسرحية لأول مرة. استمر برنامج العروض في المدارس والمستشفيات وتم تكريم نخبة من نجوم الفن من أبناء محافظة بالحدود الدكتور أشرف زيدي نقيب المهن التمثيلية وبمشاركات عربية وأفريقية واسعة. ولا أسعد جدا بوجودي في أسيوط في المحافظة التي يعني تعتبر محافظة صعيد. سعيد بحالة كبيرة للأبناء والرجال والرجال المتعيش والاستقبال الرائع بالعروض الكويسة، كل شيء رائع، كل شيء كان عاملين شارك محترف جدا قائمين على المهرجان الخرافي، فبشكرهم وأول مريض أنا هقدم الكلام دوت لكل زملائي في القاهرة، لأن إحنا يعني كل ما بنكسب مهرجان خاصة في المحافظات خاصة في صعيد مصر ده مكسب كبير لمصر في مصر. مبروك للقائمين على المهرجان وكل التوفيق للجميع. وفي هذه الدورة انطلقت أفكار استراتيجية مهمة، منها الدعوة لإنشاء فرع لأكاديمية الفنون في الصعيد، وكذلك إنشاء اتحاد المسرحيين الأفارقة الذي ضم في مرحلته التأسيسية 17 دولة. كما شهدت هذه الدورة ميلاد برامج حكاوي التهاوي التي نقلت فعاليات الفنية إلى المقاهي الشعبية لإعادة جذب الجمهور البعيد عن المسرح. أنا فرحان بإن دي بقت الدورة الرابعة، عقبال ما تبقى ال100 وال200 وال300، لأن في أمل طول ما أنت حطيته
ثم جاءت جائحة